عليكم، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. أعرفكم بنفسي، معاكم غادة صلاح. أتكلم في موضوع هو مضايقني جدا من امبارح. هو من زمان أصلا كان الموضوع ده، من أيام الصفحة القديمة. فالمهم إن تدخل واحدة تسرق البوست بتاعي وتنسبه لنفسها. فدخلت أكلمها في الكومنتات: لو سمحتي من فضلك امسحي البوست علشان البوست ده يخصني انا اللي كاتباه. فلقيتها بتقولي: ازاي يخصك؟ ده انا منزلاه من شهر. منزلاه من شهر ازاي يعني؟ ده غير كده بتكذب كمان، بتكذب يعني. لنا الله بصراحه. يا مدام فلانه، البوست ده انا منزلاه تقريبا من 4-5 ايام عندي، ولو دخلتوا الصفحه عندي هتلاقوه، اللي هو بيتكلم عن كبرت وعرفت، او بعض الحكم كده، افكار بتجيني يعني فبكتبها من باب ان انا انشط الصفحه. هي اصلا الصفحه اكل يعني، طبيخ فالمهم قالت لي: لا، انا البوست ده مش همسحه، والبوست ده يخصني وانا كاتباه من شهر، وانا نزلته تاني وعدلت فيه. انا مش فاهمه ازاي، ده هي اصلا واخداه كوبي، والله حتى ما ضايف عليه اي حاجه، ولا حتى مغيره ايموشن جديد، ولا حتى نقطه. هو تيبيكال كده، واخداه من عندي ومنزله عندها. للاسف كان داخل عندي توصيات شويه، لقيته طبعا طلع من عندي التوصيات ودخل عندها توصيات. فيعني انهي اولى ان هو يدخل توصيات؟ واحده تقول لي مثلا: طيب انت زعلانه ليه يا غاده؟ ما هو كله بياكل عيش من كله والكلام ده. ماشي، امتى الكلام ده؟ لما تكون صفحه مثلا مليونيه، بتجيب مثلا مشاهدات عندي مثلا 2 مليون 3 مليون 4 مليون، وقتها مش هسأل. لكن انا لسه بقول يا مسهل. الصفحه بتاعتي الاولانيه طبعا اخدت مخالفه كبيره كده يعني لوحدها، ودمجناها على الصفحه دي الجديده. فيعني كل الناس اللي هنا موجوده معايا كانت على الصفحه القديمه، بس اتدمجت. انا معرفش يعني الحاجات دي كلها، يعني مسؤول عنها جوزي، هو اللي مسؤول عن الحاجات يعني زي كده، يعني اي مشاكل في الصفحه نحلها ازاي، الكلام ده كله هو اللي مسؤول عنه. بس حتى ان انا كنت بفكر اطلع معاكم لايف دلوقتي، فما قال لي ما ينفعش علشان الصفحه لسه جديده، لسه ما تبقالهاش شهرين، لازم تتم شهرين او يتبقى لها شهرين علشان ينفع ان انا اطلع اعمل لايف عليها. فده دليل يعني. فاضطريت ان انا اعمل الفيديو ده، لان بصراحه الموضوع ده يضايق جدا. يعني مفيش حد يحب ياخد تعب حد. انا والله بحاول على قد ما اقدر، ممكن اخد فكره ما، بس اتعب انا في الكلام واتعب انا في التفكير عشان اطلع حاجه تشبهني. مش هاخد مثلا بوست من عند حد زي ما هو وانزله عندي وانسيبه لنفسي، والاغاظ ان هي تدخل ترد على الناس والكلام ده عشان يهدي. بسم الله. فرجاء اللي ياخد بوست من عندي، لا اما يشيره، لا اما ما ياخدش بوست من عندي. يعني اللي يغلط يتحمل غلطه بس. وعايزه اقول لكم كمان ان في ناس محترمه جدا حذفت البوست واتاسفت كمان. يا رب ما اكونش ان انا صدعتكم، وشكرا جدا على وقتكم، وشكرا جدا ليكي لو لسه بتشوفوا الفيديو لغايه دلوقتي. كان نفسي اتكلم في حاجات كتير، بس يلا معلش، افتح اللايف ان شاء الله نتكلم مع بعض كتير. يلا السلام عليكم.